السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. ودي أكلتنا النهاردة رابع أيام رمضان، كله خير وبركة من الرحمن. اللهم بارك، اللهم وسع علينا، اللهم ارزقنا، اللهم رضينا، اللهم آمين. ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف أكلتنا الجميلة ديت اتعملت ازاي، وازاي السر ان السمك يبقى مقرمش والرز الصيادية جميل زي ما احنا شايفين. وطبعا كل سنة وانتم طيبين. ويا ريت يا ريت لو وصلتوا لغايه كده ما تنسوا كده اللايك الجميل بتاعكم. بحبكم في الله يا احلى اخوات واحلى ناس ليا في الدنيا بعد عيلتي. ربنا يبارك فيكم يا رب. بسم بسم الله. الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين احنا النهارده رابع يوم رمضان، فاحنا هنعمل سمك مقلي، سمك بلطي مقلي. فنشوف، انا غسلت غسيل كويس، اهم حاجه يبقى القلب بتاعه زي ما احنا شايفين كده ابيض زي الفل. ونيجي نعمل النقع بتاعه. طبعا غسلناه كويس كم مره، بس هننقعه شويه بايه بقى، هو ده السر اللي بيحوش اي زفاره، يحوش اي حاجه فيه. فنشوف مع بعض هنحط ايه. هو زي ما احنا شايفين السمك بتاعنا، وده المكون اللي هيحوش اي زفاره اي حاجه فيه. هناخد معلقه طحينه ونحطها عليه. خلاص اهوت. ونيجي للمكون التاني، شويه ملح زي ما احنا شايفين كده. والمكون التالت شويه دقيق، قيمه معلقه او معلقتين دقيق اهو، قيمه معلقه. تمام. وده الخلطة اللي هننقع فيها بتاع يجي 10 دقايق. السمك بتحوش اي زفارة، اي ريحة مش مستحبة زي ما احنا شايفين. ونعصر عليه ليمون. تمام. ونسيب الليمون فيه كده زي ما احنا شايفين، ونسيبه قيمة 10 دقايق. مكون الطحينة ده يعني مكون بسم الله ما شاء الله، هيحوش اي زفارة فيه، هيحوش اي حاجة مش مستحبة زي ما احنا شايفين كده اهوت. وهنسيبها منقوعة بتاع 10 دقايق ونروح بقى نعمل الخلطة بتاعتنا. هنيجي نحط بقى المحتويات بتاعتنا، قرن فلفل وسبايس حامي زي ما احنا شايفين كده. احنا خطوة شفنا كده. هنجيب التوم بتاعنا، نحط توم. انا كنت عاطيه الدقه علشان ما يبقاش بس حتت حتت كده في الدقه اهو. تمام. هنجيب الليمون بتاعنا، هنجيب المكونات بتاعتنا، بابريكا، كمون، طبعا هو بيحب الكمون، سمك يعني كمون، معلقه كزبره بس معلقه صغيره فانا خدت تاني. هناخد من 3 أو 4 معالق ملح. وهنا مستردة قيمة معلقة. هاتي كاري يا جماعة، معلقة صغيرة برضو وبيديله لون أصفر. وعلى كده نحط المكونات ونبدأ نضربها. وهي دي خلطة المحشي السمك. يا دوبك بس هحط لها معلقة زيت. ماشي، يلا معانا بصلة قطعناها نحط عليها الزيت. وبعد من كده قيمة معلقة سمنة صغيرة، او لو عندك زبدة. انا عندي سمنة خدت معلقة صغيرة. وهنبدأ نقلبها. البصلة دي هتبقى للرز اللي هو هيبقى رز صيادية.
تمام. هنحمر البصله لغايه ما تحمر قوي، وانا معاكم اهوت بس علشان ما اطولش عليكم. زي ما احنا شايفين بنغمق البصله، ما تخافيش غمقها خالص خالص، لان هو ده اللي بيدي اللون للرزايه. هنيجي بقى للخلطه الجميله بتاعتنا اللي هي بتاعت خلطه السمك. انا لسه ما ملحتوش، هناخد منها قيمه معلقه. تمام اهو، قيمه معلقه وننزلها كده فيها. ونجيب الرز بتاعنا وننزله بعد كده. زي ما احنا شايفين هنقلبه في بعضه، ونحط القعد بتاعه الميه وشويه الملح وبس. بدأنا حطينا الميه بتاعته زي ما قلت لكم. لو انتوا قريبين للكاميرا كنتوا هتشموا الريحه، بجد ريحه حلوه. ريحه المعلقه اللي احنا حطيناها من خلطه السمك عامله نكهه هنا جميله. اهوت نحط الملح بتاعنا وبس على كده. ماشي، نديله شقه كده كده لغايه ما توصل للعضمايه، وواحده من الجهه التانيه. هعمله كله وارجع لكم. تمام. زي ما احنا شايفين بنحشيها من الداخل زي ما احنا شايفين كده، ونملى الفراغات اللي احنا عاملينها اهي عشان توصل للجلد تملحه، وتبقى الخلطة دخلت لكل السمك، وبندلكها من الخارج كده. هنعمل كل الكمية وارجع لكم. هنقلبه ونغطي عليه بقى ونسيبه مع نفسه كده ايه يتردد. هنيجي هنسمي بسم الله. وده الدقيق بتاعنا اللي قيمة كوباية. الدقيق بقى ملوش مقدار معين، ده على حسب السمك اللي عندك. تمام، قيمة كوباية دقيق. ونيجي نحط عليها شوية بابريكا وشوية كاري، قيمة معلقة برضو. تمام، وهنملحها تمليحة بسيطة، لان هو مملح بس حاجة بسيطة كده ان علشان الجلد يبقى ريح طعمه حلو. ونيجي من البهارات اللي احنا حطيناها كزبرة كمون. يبقى حطينا بابريكا كزبرة كمون كاري وشوية ملح، وهنقلبهم. لكل كوباية دقيق هناخد معلقتين نشا كبار. هو ده اللي هو سر القرمشة. هناخد معلقتين نشا كبار او 3 اهو. خلاص، ونقلب المكونات دي مع بعض ازاي. اهو هنجيب الكيس بتاعنا كده ونبدأ نقلب كل المكونات مع بعضها. تفتح من فوق اهو انها تختلط مع بعضها، وهو ده بقى اللي هيبقى الكفر بتاع السمك بتاعنا. هناخد السمكة زي ما احنا شايفين كده ونحطها، ولا بلمسها ولا اي حاجة اهي. تمام، بنفضها نحطها على جنب وناخد غيرها. زي ما احنا شفنا.
سامعين صوت القرمشة؟ شو ناشفة ومقرمشة زي ما انتوا شايفين القرمشة والشكل الجميل ده. يا ريت تجربوه وما تنسوني بالدعاء. يا ريت كده يا رب كده اللي وصل لغاية كده ما ينسى اللايك الجميل. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجربوه مش هتندموا ابدا. بحبكم في الله، بحبكم في الله. مع الف الف سلامة، مع الف الف سلامة. ربنا يرضيكم زي ما هترضوني باللايك.